السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة حكاوي تيتا معاكم. هقول لكم مشوار قناتي من 4 سنين لحد ما وصلت لقبض اليوتيوب. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل. تابعوا الفيديو للآخر، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك، وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل ازاي توصلوا للقبض وازاي تحلوا مشكلة ان انتوا مفيش مشاهدات ومفيش ارباح على القناة. ما تنسوش تتابعوا الفيديو للآخر، وفي مفاجأة في آخر الفيديو. السلام عليكم. اول مشكله بتقابلك اول ما بتعملي القناه مشكله المشتركين. طبعا بتلفي على قرايبك واصحابك تبعت لهم القناه عشان يشتركوا فيها، ما بتكمليش 10 مشتركين 20 مشترك، وفي اللي بيعمل الاشتراك وما بيدخلش على القناه. فانتي دلوقتي عايزه تعملي مشتركين. زمان كنا بنتعب في حفلات، كنا بنروح حفلات عشان نتبادل الاشتراكات. تبادل الاشتراكات غلط. اليوتيوب بيعرف كده وبيحذف الاشتراكات دي. تاني يوم تصحي تاني يوم تلاقي مفيش اشتراكات عندك. يعني دخلك 10 النهاردة، تيجي تاني يوم تلاقيهم رجعوا زي ما كانوا، مثلا 100 أو 50. فاليوتيوب ما بيدعمش تبادل الاشتراكات. كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا ايه، زي ما قلتلك الحفلات ديت بنخش تبادل اشتراكات، ولازم القناة التانية اللي هي داخلالك تخشلك مرة واتنين وتلاتة عشان الاشتراك يثبت. وكان في حفلات بتدي هدايا مشتركين وبتكملك ال1000 مشترك. انما دلوقتي اليوتيوب بقى بميزة الشورتس انه بيدخلك مشتركين كتير جدا. يعني ممكن شورتس واحد يدخلك 10 مشتركين، ممكن يدخلك 100، ممكن يدخلك ال1000 حسب الشورتس اللي انت منزلاه وحسب اقتراحه في اليوتيوب. فمشكلة المشتركين دلوقتي ما بقتش مشكلة خالص، بقت سهلة جدا. وكمان في حاجة تانية عن طريق اليوتيوب، كاميرا اليوتيوب تفتحي بس مباشر برضو بيدخل مشتركين حلو قوي قوي. بس ده اللي عند عدد معين، يعني مثلا 100 مشترك او 200 مشترك، تبدأي تفتحي اللايفات ويدخلك عن طريقها مشتركين ومتابعين. دي اول مشكله بتقابل اي واحده فاتحه قناه. كده نكون حلينا مشكله المشتركين. تاني مشكله بتقابلك مشكله الساعات. المشكله الساعات حلها في ايه؟ حلها ان انت تنزلي فيديوهات باستمرار. فيديوهات مش فيديوهات عاديه. يعني مثلا انت لو طبخ مش بتعملي الطبخه اللي انت بتعمليها وتنزليها في القناه، لا انت بتتابعي الاكلات الترند. يعني مثلا اليومين دول الترند بتاع كيكه الويفر، بسكوت الويفر دي ترند قوي. وكان في قبل كده طاقية الشيخ طاقية، وفي اكلات كده بتبقى ترند، انتي بتجري تعمليها وتصوريها وتنزليها على القناة. مع الوقت الفيديوهات دي بتنتشر وبتجيب الساعات مع اللايفات. وفي لايفات بتجيب لك، ممكن في اليوم تجيب لك 100 مشترك 200 مشترك و100 ساعة و200 ساعة، حسب الوقت اللي انت بتفتحي فيه وحسب المدة اللي انت بتفتحي فيها اللايفات. فكل ده بيفيد القناة بتاعتك. اهم حاجة انت تبقي متفرغة لها، مش فاتحة قناة تربي فيها الفيديو وخلاص. مشكلة هتقابليها مشكلة البين كود، اللي هو ان انت تجمعي 10 دولار. طبعا بعد ما بتكملي ال1000 مشترك وال4000 ساعة بيجيلك الربح على القناة. الربح ده بيبقى علامة اس بتفعليها عن طريق جوجل كروم على الفيديوهات كلها، فبالتالي يدخلك الربح على الفيديوهات واللايفات وكل حاجة. وفي دعم السوبر شات وفي دعم التشكرات، كل ده بيبقى على القناة بعد التفعيل. قبل التفعيل بيبقى همك ال1000 مشترك وال4000 ساعة. انا بقى عملت ال10 دولار اللي هي بتاعت البين كود، عملتها ازاي؟ انا كنت فاتحه قناه في الاول، قناه اخبار كان اسمها اخبار اهرام. كنت بقدم فيها اخبار حصريه عن العالم كله. بس القناه جت بعد ما عملت شروط الربح والقناه اتفعلت وبدا يدخل عليها ربح. القناه وقفت ربح بسبب ان اليوتيوب دايما بيعمل تحديثات، والتحديثات ديت كانت عباره ان الصور ما بقتش مقبوله. غير ان يعني موضوع الاخبار بيجيب علامة صفراء وبيجيب انذار، لان في كلمات اليوتيوب ما بيحبهاش تبقي ما كاتباها في العنوان. آه، يعني في كلمات بتبقى محظورة فبيديكي عليها انذار. لازم لما تفتحي قناة تقري ارشادات المنتدى، الكلمات المحظورة وايه الحاجات المحظورة من اليوتيوب عشان ما تجيبلكيش انذار. والانذار بيؤدي لوقف الربح. لو جالك 3 انذارات الربح بيقف.
الربح وقف، يعني القناة خلاص اتكلت على الله ومضطرة تعملي قناة جديدة وتقف على رجلك. كل ده أنا لسه ما حكيتلكوش انا عملت ايه وقبضت ازاي. كل دي حاجات لصاحبة القناة اللي لسه مبتدئة، حاجات تفيدها. تعالى اقول لكم بقى انا بدأت القناة ازاي ووصلت لل100 دولار ازاي. انا زي اي واحدة بدأت القناة مكنتش عارفة تعمل عليها ايه. يعني اي ست بيت بتفكر في اول حاجة اللي هي تقدمها الاكل. الاكل كلنا بنعمل اكل في البيت، اذا كان حلو اذا كان وحش، بتصوري الاكل وبتنزليه. بس المحتوى ده ما حبتوش لاني يعني مش شيف ولا غاوية اكلات، والاكل يعني بيصرف جدا جدا جدا. فدي حاجة انا حبيت ان انا ما استمرش فيها. فكرت اعمل محتوى ايه؟ فكرت في محتوى الاخبار. لقيت مجموعة كويسة وعلمتني ازاي اعمل محتوى الاخبار، واجيب الاخبار الحصرية منين اللي هي لسه نازلة واعمل الخبر ازاي ومنتج وكل حاجة. تمام. رحت عملت قناة الاخبار، وقناة مشيت معايا وبقت تجيب لي مشاهدات، وبقت تجيب لي بعد التفعيل جابت لي ارباح كويسة، تقريبا بتاع 30 دولار. بعد ما جبت ال30 دولار القناة وقفت. زي ما قلت لكم قبل كده جالي انذارات والقناة وقفت. آه مش عايزاكي تقلقي لما القناة تقف، ممكن الربح يرجع عليها تاني. بتنضفي القناة من الفيديوهات اللي فيها اللي هو اليوتيوب مش عايزها. والادسنس بيفضل معاكي. الادسنس دوت اللي هو معلوماتك عند شركة اليوتيوب. اليوتيوب عبارة عن شركة، فانت معلوماتك عن الشركة ديت عند الشركة ديت اللي انت بتديها له، اللي هي مكان اقامتك، الرقم البريدي، العنوان بالظبط، واسمك ورقم تليفونك. بعد ما بتعملي الخطوات دي خلاص بيكوني 10 دولار، بيبعتلك البين كود على البيت والمكان اللي انت فيه. كده انت خلاص عنوانك بقى مثبت في شركة اليوتيوب. فلما بتيجي القناة تقف، اليوتيوب بيفصل الادسنس عن القناة. فبس الادسنس معاك اللي هو في الجيميل بتاعك. تمام. فده محدش يقدر ياخده ولا حد يقدر يفصله عنك. اهم حاجة بتنضفي بقى القناة بعد كده، تمسحي الفيديوهات اللي هي اليوتيوب مش عايزها، وبترجعي تشتغلي على محتوى يكون من تصويرك ومحتوى حصري. اليوتيوب عايز محتوى حصري. يعني ايه حصري؟ يعني تصويرك انتي، صوتك انتي، كل حاجة بتاعتك انتي، مش جايبة ولا من اي موقع تانية وحطها في القناة عندك. بعد كده تقدري تربطي الادسنس تاني. ده اللي حصل بقى معايا. بعد سنتين رجعت ربطت الادسنس تاني بالقناة اللي اتفعلت، وفضلوا معايا ال30 دولار، ورجعت ابدأ احقق تاني عليهم. يعني ما بدأتش من الاول، بدأت بعد ال30 دولار. ربنا كرمني بسفارة السعادة. ست جميلة جدا وبنحبها جدا. هي اللي خلتني اوصل للقبض بفضل، يعني بفضل ربنا، وهي بعد ربنا بتدعم علمتنا ازاي نشتغل على محتوى يكون كويس وهادف والناس تحبه. واهم حاجة الافكار الجديدة. غير كده ان هي لما المحتوى بيعجبها بتدعمك عليها سوبر شات. فده فادنا جدا ان احنا نجمع. يعني انا عايزه اقولك الارباح ديت مش من مشاهدة الفيديوهات، لا خالص. المشاهدة هتلاقيها مش حلوة خالص على القناة. ده دعم من سفيرة السعادة بنت الامارات، وداعمين خير برضو كانوا بيدوا سوبر شات. فهم اللي خلوني اكمل ال100 دولار ديت وخلوني اقبض. لو اعتمدنا على اليوتيوب بس مش هنقبض. دي حقيقة. اليوتيوب عايز عيلة بتطلع كلها، عايز افكار مختلفة، مش عايز حاجات متكررة. فده بيرفع القناة طبعا زي قنوات كتيرة مشهورة واحنا عارفينها. فاول حاجة انصحك بيها تبعدي عن الاكل خالص وتفكري في محتوى يكون جديد، زي التحديات، زي الالعاب، زي حاجات كتيرة تقدري يعني شوفي انت شاطرة في ايه وتقدري تعمليه. بعد ما ربنا كرمني بسفرة السعادة اشتغلت بقى على محتوى قناتي. الاول مكنتش بظهر خالص. شجعتني ان انا اظهر طبعا بافكار مختلفة، و واقفة معانا بجد بكل قوتها. ربنا يجازيها كل خير يا رب.
وهي اللي وصلتني لل100 دولار زي ما قلت لكم. وربنا يجعله في ميزان حسناتها. وفي داعمين كتير خير على اليوتيوب برضو بيدعموا القنوات، لان هم عارفين ان الفيديوهات ما بتجيبش الارباح اللي هي الواو، لا ما بتجيبش ارباح كتيرة. بس الواحد بيشتغل وبيعمل اللي عليه وبيجتهد، وربنا بيجازيه خير في الاخر. فانت اهم حاجة تتوكلي على الله وتستمري مع ناس كويسة وتشتغلي على قناتك، ما تعتمديش على الدعم. لازم تعتمدي على فيديوهات، حتى لو ما جابتش فيديوهات اشتراكات ومشاهدات في الاول، هتجيب بعد كده. انا في فيديوهات عندي اتحركت بعد 3 شهور و4 شهور، يعني اول ما نزلتها ما جابتش 100 مشاهدة، بس دلوقتي بدأت تجيب 1000 مشاهدة، 1000 مشاهدة و2000 و4000 مشاهدة. فده حلو بالنسبة لنا احنا، يعني حلو. وربنا يكرمكم يا رب وتقبضوا وتبقوا يوتيوبر جمال وكبار، واحنا جميعا يا رب، وتقبضوا بدل المرة 2 و3. اقولهولك بقى في اخر الفيديو انك لازم هتتعبي ولازم تشتغلي على القناة ولازم تكوني حابة الموضوع ويكون عندك صبر واخرة الصبر جبر. اخرته جبر فعلا. ادي اخرة الصبر جبر. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. عقبالكم يا رب وتبقوا يوتيوبر جمال وكبار. بس اهم حاجة الشغل على الفيديوهات وفتح لايفات وافكار جديدة، وتعليم المونتاج بافكار حلوة وافكار جديدة. برضو في برنامج كاب كات جميل جدا في المونتاج، وفي كين ماستر، بس كين ماستر يعني في علامة مائية. اهم حاجة تشتغلي حابة، تكوني حابة الشغل. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس على الكل، وتابعي القناة هتعجبك، فيها محتوى ديني وفيها محتوى لو ببلاش ما تجيبهاش، وفيها افكار مختلفة هتعجبك. تابعوا القناة وما تنسوش تحطوا اللايك والشير للفيديو عشان كل قناة جديدة تستفيد. يعني بمشواري، مش هقولك خبرتي، بمشواري، لان احنا مهما عندنا خبرة طبعا لسه بنتعلم. طول ما احنا شغالين على اليوتيوب لازم هنفضل نتعلم. ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي، مع السلامة.